يا ترى ليه الصلاة مهمة؟ وليه أنا مش قادرة أواظب على الصلاة؟ بس عادي، أنا شخصية محترمة، بتصدق وبصوم وبدفع الزكاة وبعمل أعمال خير كتير وبجبر الخاطر كمان. بس الصلاة يعني إن الله غفور رحيم، يعني هيغفر لي أكيد. الصلاة بالنسبة لي تقيلة قوي، استغفر الله العظيم. وممكن بيجي عليا وقت بحس بتأنيب الضمير وبدخل أسمع في الفيديوهات وأحس إن أنا خايفة وابتدي أصلي، بس وقت بترجع ريمة لعادتها القديمة. مفيش أي خطوات ومفيش أي فيديو يدلني على الخطوات الصح اللي أفضل أمشي عليها من غير ما أرجع ولا خايف، وأفضل ماشية واستمر. طب واللي يقولك على الخطوات دي وتمشي عليها وبكل سهولة كمان وما ترجعش أبدا وتبقى ملتزم في صلاتك ومستمتع بيها كمان وتاخد ثواب على كل حرف وكل حركة انت بتعملها في صلاتك. بس قبل ما أقولك ده، صلي على الرسول اللي هيشفع فيا وفيك يوم القيامة. تعالوا نبتدي بأول خطوة، وخليكم معايا عشان هنمشيها خطوة خطوة. أول خطوة، ليه الصلاة مهمة؟ ربنا سبحانه وتعالى فرض الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، وقتها كلم سيدنا محمد كلاما زي ما كلم سيدنا موسى، وقال له أؤمر عبادي بالصلاة. سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام شفيعي وحبيبي، في أنفاسه الأخيرة وهو بيحتضر قال الصلاة وما ملكت أيمانكم. معناه إيه الكلام ده؟ طب ليه الصلاة أهم حاجة؟ طب ما أنا ممكن أكون بني آدم كويس وبعمل كل حاجة كويسة. اصبروا عليا وخليكم معايا للآخر عشان أقول لكم الصلاة ليه أهم حاجة. يوم القيامة نقف كلنا قصاد ربنا، وربنا يقول، ينادي كل واحد فينا باسمه ويقول اعرضوا عليا أعمال فلان الفلاني، وأولهم الصلاة. طبعا كلنا بنقف نتبرجل ونبص في الأرض ونقول طب يا رب خلي أول حاجة نتحاسب عليها الصدقة والخير. طب يا رب خلي أول حاجة صلة الرحم. طب يا رب خلي جبر الخواطر، احنا نجبر الخاطر كتير. ربنا يقول أول حاجة الصلاة. يا الله يدي الكسوف، أنا كنت بقطع في الصلاة أو ممكن أصلي يوم و10 لأ. طب يا رب يا رب ادينا فرصة وحاسبنا على أعمالنا الكويسة. كنت بطلع زكاة وبصوم وبجبر الخاطر وببر الوالدين وبعمل صلة الرحم، أي حاجة من دي يا رب مش هتحاسبني عليها؟ تخيل الإجابة بتكون لأ. أول امتحان قدام ربنا تسقط فيه، لأن ربنا بيقول حبطت صلاتك حبطت أعمالك. عشان كده الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال إن الصلاة عمود الدين. تخيلوا كده معايا إن انتوا بتبنوا في بيت جميل وكبير وبتزرعوا فيه كتير وعايزين تبنوه على أحدث صيحة بكل حاجة حلوة، بس عمالين تبنوا بطوب بس، طوبة فوق طوبة فوق طوبة من غير عمود. عايزين البيت ده يفضل ثابت ولا هيجي عليه يوم ويقع وما يبقاش ليه وجود ولا تحس بوجوده؟ اهو ده بالظبط اللي بيحصل لما بنقف قدام ربنا. وعشان كده الصلاة أهم حاجة، لأنها أول حاجة بنتسأل عليها وقتها. بس هتقولوا يا ريتني، وأنا مش حاباكوا تقولوا يا ريتني ولا حابة أنا كمان أقول يا ريتني. ففي ناس هتطلع وهتقولي وده الطبيعي، هو في إيه؟ هو أنت مالك شايفة نفسك ليه؟ هتعملي لنا فيها داعية إسلامية؟ لا، أنا مش داعية إسلامية، أنا بني آدم عادية جدا زيكم، بس بجاهد إن أبقى أحسن وأبقى أفضل
والحاجة اللي بتعلمها أو بحاول أدور وراها عشان خاطر أوصل لها بحاول أوصلها لكم بكل سهولة. طب أنت إيه دليلك على كلامك ده؟ هقول لك أنا دليلي على كلامي ده، خليك معايا. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أول ما يحاسب عليه عبدي يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. كل واحد هيجي في باله السؤال الطبيعي جدا اللي هو جالي أنا شخصيا: طب هو ليه ربنا خلى الصلاة أهم حاجة؟ ليه ما خلاش الصوم؟ ليه ما خلاش الزكاة؟ ليه ما خلاش جبر الخاطر؟ ليه ما خلاش صلة الرحم؟ الإجابة هنا عشان خاطر ربنا بيحبنا. والله ربنا بيحبنا. أصل لو ربنا خلاه الصوم اللي بيجي شهر كل سنة، ولا خلاها الزكاة اللي ممكن تكون مرة كل شهر، ولا جبر الخواطر اللي ممكن تحصل كل فين وفين، احنا كده مش هنقابل ربنا. ربنا خلى الصلاة أهم شيء عشان بيخلينا نقابله 5 مرات في اليوم، فتح لنا باب المغفرة وفتح لنا باب الدعوة والاستجابة ليها، وإن هو يلبي لنا طلباتنا. في أكتر من كده حب؟ بس أنا بنسى على طول إن أصلي، وعلى طول بحس إن أنا مش عارفة أتذكر إن أنا إذا كنت صليت ولا لأ. ملكش حجة. طول عليه أفضل الصلاة والسلام قال: من نام عن الصلاة أو نساها فليصليها إذا ذكر. يعني ملكش حجة، كل حاجة موجودة ومذكورة، تعمل إيه فيها؟ بصي بقى، عشان الصراحة أنت كل حاجة عمالة تتكلمي فيها وبتجيبيلي عليها دلائل. أنا هقولك الصراحة، أنا مش بنسى الصلاة. أنا الصلاة بحسها إنها تقيلة على قلبي، وتقلها ده مخليني مش عارف أنتظم فيها. أنا عارفة لأن أنا مريت بده وحسيته، وعارفة إزاي بيتعالج، لأن أنا حاولت فيه سنين، مش هقول لكم يوم ولا 2. أنا مريت بكرب شديد لمدة 5 سنين، والكرب ده أنا ما كنتش عارفة إن أنا أتحمله، وما زلت موجودة فيه. الأول كنت بحس إن الصلاة تقيلة عليا، كنت بحس إن أنا ربنا مش بيحبني. جريت على أهل العلم، بقيت أسأل كل اللي حواليا: هو أنا ربنا غضبان عليا؟ هو أنا للدرجة دي ربنا مش بيحبني؟ وكان جواب أهل العلم: أبدا، ده طبيعي جدا اللي انت فيه. الإيمان ثوب يقلع ويلبس. ده كان رد أهل الدين عليا. قلت لهم: طب أعمل إيه؟ قالوا لي: الحل الوحيد هو جهاد النفس. قلت لهم: جهاد النفس؟ قالوا لي: انت تعرفي إن جهاد النفس أصعب من الجهاد في سبيل الله؟ قلت لهم: ده إزاي ده؟ قالوا لي: جهاد النفس انت بتجاهدي نفسك في كل حاجة جواكي لطاعة ربنا، ده بيبقى صعب جدا، والتعود عليه أصعب، بس أول ما تجاهدي نفسك وتتعودي عليه هتلاقي كل حاجة صعبة سهلة. قلت له: برضه مش فاهمة. قال لي: يعني حاولي على قد ما تقدري تدعي في الصلاة إن ربنا يرزقك لذة طاعته. وبقيت فعلا بدعي في كل صلاة: يا رب اللهم ارزقني لذة طاعتك. لما الحمد لله حسيت بيها، وربنا رزقني بيها لذة طاعته. وحسيت بيها ازاي؟ ان انا في عز كربي وفي عز حزني بقيت بستحمل، وبقيت واثقه ومتاكده ان ربنا بيجهزني لحاجه كبيره وعظيمه، لان ربنا ما بيعملش حاجه عبث، ولا بيخلينا نحس بحاجه عبث، ده بيدربنا. بس الحقيقه كان احساسي ان انا عامله زي البيبي الصغير اللي لسه مولود ولسه بيتعلم كل حاجه من اول وجديد. بس الموضوع كان صعب قوي في بدايته. بس مثلا البيبي الصغير هو اول ما بيكون بيتولد من بطن مامته بيطلع يجري على طول ويكبر ويبقى احسن شاب في الدنيا واحسن بنوته في الدنيا؟ اكيد لا طبعا. يفضل يحبي، وبعد كده يمشي تاتا تاتا، وبعد كده يقف على رجليه ويقوم شويه ويقع شويه لغايه لما يثبت ويبقى الامر بالنسبه له سهل جدا انه يجري. هو ده بالظبط اللي بيحصل معانا. وهنا بقى مدخل الشيطان، ان يفضل يقول لك: ما انت صليت اهو، ما استجابش دعاك ليه؟ ما انت صليت اهو، ليه دايما حزين ومكروه؟ ما انت صليت اهو،
ليه دايما حاسس انك مش عارف تحقق حاجة؟ تعالى انا هقولك ان الموضوع ما بيجيش بالطريقة دي، وان ردك لازم يكون ما بينك وما بين نفسك مقنع 100%. هنا هاجي بقى اقولك حاجة بسيطة جدا. هو انتي ولا انت لما تكونوا عايزين تخسوا وتعملوا دايت تبقوا 100 كيلو فجأة بتلاقي نفسكوا تاني يوم 50 كيلو؟ اكيد لا طبعا، بتاخدوا وقت عبال ما تنزلوا. ولا انت لما تكونوا عايزين تبقوا واخدين الدكتوراه في مجالكم بتطلعوا من بطن مامتكم على طول على الدكتوراه؟ ولا بتاخدوا كل حاجة واحدة واحدة ومراحل لغاية لما توصلوا ليها؟ هو ده بالظبط اللي بيحصل واللي ربنا بيعمله فينا، بيجهزنا واحدة واحدة لحاجة احنا لو كنا أدركناها كنا فضلنا نحمد ربنا عليها طول عمرنا. هنا بقى السؤال، نبتدي ازاي ومنين؟ يا ترى مجاهدة النفس ليها وقت؟ أيوة ليها وقت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. ياه، يعني أنا لو صليت 40 يوم في جماعة ربنا هيحرم عليا النار؟ أيوة. طب أنا أعمل إزاي ده؟ ما أنا بكون في شغلي أو في كليتي أو بعمل أي حاجة تانية عادي جدا، وأنت في الشغل ممكن تلم 2 أو 3 من صحابك وتقول لهم يلا بينا نصلي جماعة، وتدرك التكبيرة الأولى وتصلوا سوا وتكسب فيهم ثواب وتكسب في نفسك ثواب أكبر. وفي كل مكان تبقى موجود فيه لم اللي حواليك وخدهم معاك للثواب الأكبر، وكده تدرك إن أنت تصلي صلاة جماعة في 40 يوم. طب أنا سامعة حد بيقول لي طب ما إحنا ممكن بعد ال 40 يوم ترجع ريما لعادتها القديمة. من هنا بقى هقول لك لأ، وهقول لك لأ ليه وبإثباتات. بص يا باشمهندس وبص يا أستاذة، الجسم بطبيعته بعد 40 يوم هيعتبر إن الصلاة دي مش عبادة، هتبقى عادة بالنسبة له، فبالتالي خلاص هيترجمها دايما إن الموضوع ده يقدر يعمله بكل بساطة، لأن ببساطة الجسم اتعود إنه يعمل الفعل ده في الوقت الفلاني وبالطريقة الفلانية، فبالتالي الموضوع بالنسبة لك مش هيبقى فيه جهاد نفس وهيتعمل بكل بساطة. لا وكمان هيبقى فيه خشوع. ازاي ممكن يبقى فيه خشوع في الصلاة؟ الصلاة الخشوع فيها زي ما ليها فوائد في الآخرة ليها فوائد في الدنيا. ده اللي هو ازاي ده؟ والخشوع ده نحسه ازاي؟ انتوا تعرفوا ان اثبتت الدراسات ان الخشوع ليه تأثير عالي جدا على النفس والروح؟ حد منكم هيقول لي ده اللي هو ازاي؟ اثبتت الدراسات ان له تأثير على النفس والروح، ان بيخلي فيه اطمئنان جوه النفس والروح. وفي دراسات اجانب يعني هم اللي اثبتوا ان اللي بيبقى عندهم خشوع مركز الدماغ عندهم بيبقى جواه نسبة التعاطف اكتر ونسبة الاحساس اكتر. شفتوا بقى الخشوع بيعمل ايه؟ عشان كده الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وصانا ان اول ما نحس اننا غضبانين ندخل على طول نتوضى ونصلي. ايه اللي هستفاده اول ما اوصل لمرحلة الخشوع؟ هقول لك ايه هو: تطهير الروح، وان في عادات سيئة هتبعد عنها. واول ما تعمل اي عادة سيئة انت متعود عليها اجري فورا توضى وصلي لغاية ما هيجيلك يوم ووقت تبعد عنها خالص. وده اللي قال عليه الرسول عليه افضل الصلاة والسلام في حديثه: ان الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر. هتلاقي نفسك بتصبر على الابتلاءات والكرب. عشان كده الرسول قال: استعينوا بالصبر والصلوات. يعني هتصبر على اي ابتلاء هتصبر. ايه رأيك بقى؟ وصلنا اننا ننتظم في الصلاة ومرحلة الخشوع. قول لي بقى هتبتدي امتى؟ سمع ناس بتقول هبتدي من اول رمضان. لا. طب يا ستي هنبتدي من اول الاسبوع الجاي. برضو لا. طب هبتدي بكره. بقول لك لا لا لا. امال انت عايزه ايه؟
تبتدي دلوقتي أول ما تسمعني. إيه يعني؟ إنك تبتدي دلوقتي وما تماطلش وتأجل. أنت مش ضامن عمرك، وتقوم دلوقتي وتصلي ركعتين لله عز وجل إنك هتبتدي معاه بداية جديدة وبصفحة جديدة. اللهم ثبتنا جميعا على طاعته.